دايما تلاقي حد في العيله لما يشرب اللبن يجيله انتفاخ ووجع في بطنه. طيب السبب ايه؟ هل هو حساسيه من اللبن ولا حاجه ثانيه؟ ده اللي انا جاي اكلمك فيه النهارده يا صديقي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا صديقي؟ يا رب تكون بخير. في الفيديو ده هنعرف الفرق بين حساسيه اللبن وعدم القدره على تحمل اللاكتوز انتولرانس، وهي الاعراض ازاي تختار البديل المناسب لجسمك. تابع معايا لاخر الفيديو. في البدايه كده خلينا نعرف يعني ايه سكر اللاكتوز. هو سكر اللبن يوجد طبيعي في اللبن ومنتجاته، ويعتبر مصدر للطاقه لانه من السكريات الكربوهيدراتيه. طيب ايه هو الفرق بين عدم تحمل اللاكتوز انتولرانس وحساسيه اللبن؟ اولا عدم تحمل اللاكتوز وده في بعض الاشخاص، وتلاقي يا صديقي لما بيشرب اللبن ويمر في الجهاز الهضمي حتى يمر الى الامعاء الدقيقه بيحتاج انزيم يسمى بيتا لاكتوسيديز او انزيم اللاكتيز عشان يحول سكر اللاكتوز من سكر احادي الى سكر ثنائي وهو الجلوكوز والجلاكتوز. والمشكله بتكمن يا صديقي ان الشخص ده بيبقى عنده نقص في انزيم بيتا لاكتوسيديز اللي بيبقى موجود اصلا في جدران الامعاء الدقيقه. تخيل معايا بقى يا صديقي ان الامعاء الدقيقه ليس لها القدره على هضم او تحليل سكر اللاكتوز، فتقوم تتصرف منه او تنقل سكر اللاكتوز او كميه اللبن اللي شربها الشخص ده الى الامعاء الغليظه، فتقوم الامعاء الغليظه بتحليله بواسطه بكتيريا النافعه او البروبيوتيك. برضه المشكله فين لحد دلوقتي؟ الامعاء الدقيقه حولت سكر اللاكتوز للامعاء الغليظه، والامعاء الغليظه هتقوم بهضم سكر اللاكتوز او تحليله. المشكله يا صديقي لو الشخص ده شرب كميات كبيره من اللبن، فتكون البكتيريا النافعه الموجوده في الامعاء الغليظه غير قادره على هضم او تحليل سكر اللاكتوز او الكميه اللي دخلت الامعاء الغليظه، وبالتالي بتنتج الهيدروجين والميثان. وبتراكم الغازات دي يا صديقي بتلاقي ان الشخص ده بطنه كبرت شويه، يعني انتفاخ، وفي بعض الاحيان بيحصل اسهال. اجيب له ميه سخنه يا دكتور؟ والله مش عارف، هو ده مش دكتور. واصوات ووجع في منطقه البطن. ترد عليا بسؤال وتقول لي طيب لو انا شخص عندي عدم تحمل اللاكتوز وشربت كميات قليله من اللبن ما يضرش؟ صح يا صديقي، الله ينور عليك، يعني ما تكترش عن 200 مللي او كوبايه لبن او نص مج من اللبن. طب الحل علشان اشرب كميات كبيره من اللبن، ممكن تستبدل اللبن البقري او اللبن الجاموسي، عموما اللبن الحيواني، بلبن نباتي زي لبن جوز الهند والصويا والشوفان، لانهم طبيعي يا صديقي ما بيحتووش على سكر اللاكتوز. ايضا كل المنتجات المخمره، يعني ايه المنتجات المخمره؟ زي الزبادي والجبنه، سواء الجبنه القديمه او الجبنه القريش وغيره من المنتجات اللبنيه، لان في المنتجات دي يا صديقي بيتم اضافه اليها بادئات او خميره او ما يسمى بالبكتيريا النافعه بتعمل على تحليل سكر اللاكتوز او هضمه في اللبن. ثانيا حساسيه اللبن، وفي النوع ده يا صديقي تلاقي الشخص المصاب به لما بيشرب كميه من اللبن الجسم بيهاجم بروتينات اللبن على انها عدو او خطر داخل للجسم، وبتظهر الاعراض خلال من نص ساعه ل 20 ساعه على هيئه كبر اللسان وضيق في التنفس وصعوبه في الكلام او قيء او اسهال في بعض الحالات او طفح جلدي. عموما هتلاقي ان النوع ده منتشر في الاطفال الرضع. طيب في النوع ده الشخص يشرب كميات قليله من اللبن؟ لا، الشخص يمتنع تماما عن اللبن ومنتجاته، لان ببساطه يا صديقي ان الشخص ده كل ما بيشرب كميات قليله او كثيره من اللبن الجسم بيحاول يمنعها بواسطه الجهاز المناعي. مرة تلو الأخرى هتلاقي إن الشخص ده جهازه المناعي ضعف من كتر الهجمات اللي الجسم بيعملها ضد كميات اللبن اللي هو بيشربها. وفي النوع ده برضه يا صديقي هتلاقي إن الشخص ده لازم يشرب اللبن النباتي، والأكل اللي يتم تحليله بواسطة دكتور تغذية بعد الكشف والفحص على حسب الجسم هيحتاج إيه أو هيمنع إيه. خلاص يا صديقي، لو أنت عاوز تعرف أنت عندك عدم القدرة على تحمل اللاكتوز أو حساسية من اللبن، لو أنت بتشرب اللبن وبتلاقي فيه انتفاخ أو تقلبات في البطن أو سمعت أصوات أو مهرجانات في البطن على رأي بيقولوا، هتلاقي إن أنت عندك عدم القدرة على تحمل اللاكتوز. أما لو بتشرب اللبن اللي بيجيلك أعراض حساسية اللبن اللي ذكرناها في أول الفيديو، فده بسبب حساسية من بروتين اللبن. وفي النهاية يا صديقي عدم القدرة على تحمل اللاكتوز وحساسية اللبن حالتين مختلفتين تماما، رغم ان الاعراض متشابهه في بعض الاحيان. خلي بالك يا صديقي ان الفهم الصح هو اول خطوه للعلاج الصح. وفي النهايه ما تنساش تصلي على النبي. السلام.